السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في قناتكم لحديدة لآلة كلثوم. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدوننا اليوم. فضلا وليس أمرا، إذا نال المحتوى إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، كما نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد. متابعة طيبة للجميع. كانت فاطمة امرأة رقيقة الحال، ابنة قرية منسية بين الجبال، نشأت على أن الصبر هو مفتاح الفرج وأن طاعة الزوج قدر لا مفر منه. تزوجت من المعطي وهي في ريعان شبابها، كانت تحلم ببيت دافئ وأطفال يملؤون حياتها ضجيجا جميلا، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي أحلامها البسيطة. تحول المعطي بعد سنوات قليلة من الزواج إلى رجل آخر، رجل تملكه سحر الخمر وسيطر عليه داء القسوة. كانت فاطمة تستقبل كل ليلة بقلب يرتجف، تسمع خطوات حذائه الثقيلة على عتبة الباب فتعرف أن فصلا جديدا من العذاب قد بدأ. لم يكن المعطي يكتفي بالسب والشتم، بل كانت يداه تسبقان لسانه، يضربها لأتفه الأسباب، وأحيانا بلا سبب، فقط ليفجر غضبه وخيباته في جسدها الذي أصبح خريطة من الكدمات الزرقاء والخضراء. كانت تخفي آثار الضرب بوشاحها الطويل، وتكذب على جاراتها قائلة إنها سقطت أو ارتطمت بالباب، ففي منطقها سترة الدار أوجب من كرامتها الشخصية. كبر الأطفال، أمين وسناء، وكبر معهم خوفهم من والدهم. كانوا يختبئون تحت الأغطية كلما ارتفع صوت المعطي وهو يكسر أواني المطبخ أو يجر أمهم من شعرها على الأرض الباردة. كانت فاطمة تضمهم إلى صدرها في عتمة الليل، تهمس لهم بأن كل شيء سيكون بخير، بينما دمعاتها تسيل بصمت على رؤوسهم. وفي تلك الليلة المشؤومة، ليلة الشتاء العاصفة التي غيرت مجرى حياتها للأبد، عاد المعطي إلى الدار في حالة من الهياج لم يسبق لها مثيل. كان يترنح، يحمل في يده سكينا طويلا ويصرخ بأعلى صوته كأنه وحش جريح. اتهمها بالخيانة، واتهمها بأنها تخبئ عنه المال، وبدأ يلوح بالسكين أمام وجهها المرتعد. حاول الأطفال التدخل باكين، فدفعهم بقسوة كادت تودي بهم، وهنا استيقظت في داخل فاطمة غريزة لم تعرفها من قبل، غريزة اللبؤة التي تدافع عن أشبالها. عندما اقترب منها المعطي واضعا مصل السكين على عنقها، والشرر يتطاير من عينيه المحمرتين، لم تفكر فاطمة في نفسها، بل فكرت في طفليها اللذين قد يذبحهما هذا المجنون في أي لحظة. بكل ما أوتيت من قوة ومن يأس، دفعت صدره بكلتا يديها. لم تكن تنوي قتله، كانت تريد فقط إبعاده عنها. تعثر المعطي بسبب مفعول السكر وبسبب الأرضية المبللة، سقط إلى الخلف بقوة هائلة، ولسوء حظه ارتطم قفاه بزاوية حادة لطاولة خشبية ثقيلة. ساد صمت مفاجئ وقاتل في الغرفة. توقف الصراخ، وتوقف التكسير، وبقي المعطي ممددا بلا حراك، وعيناه شاخصتان نحو السقف. اقتربت منه فاطمة وهي ترتجف، نادته باسمه، لم يجب. وضعت يدها على صدره، لم تجد نبضا. في تلك اللحظة، أحست فاطمة أن العالم قد توقف عن الدوران، وأن حياتها انتهت قبل أن تبدأ فعليا. وجدت فاطمة نفسها وسط دوامة من التحقيقات والقضاء. لم يصدق أحد أنها كانت تدافع عن نفسها، فالسكين كان بيده هو، لكن الجثة كانت جثته هو. نظر المجتمع إليها كقاتلة، كامرأة متمردة تجرأت على إنهاء حياة سيد بيتها. حكم عليها القاضي بسنوات طويلة من السجن المؤبد الذي خفف لاحقا ليكون عقودا من الزمن. دخلت فاطمة خلف الأسوار العالية، وهناك بدأ السجن الحقيقي للروح. كانت الجدران رمادية باردة، تماما كأيامها القادمة. في البداية، كانت تنتظر زيارة من إخوتها، كانت تظن أنهم يعرفون طيبة قلبها وأنها لا يمكن أن تقتل نملة عمدا،
لكن الأيام تحولت إلى شهور، والشهور إلى سنين، ولم يطرق أحد باب السجن يسأل عنها. لقد قرروا مسح اسمها من شجرة العائلة، واعتبروها وصمة عار يجب نسيانها. كانت حياة فاطمة داخل الزنزانة عبارة عن تكرار لموت بطيء. كانت تستيقظ قبل الفجر على صوت المفاتيح الحديدية وهي تصطدم ببعضها، لتبدأ يوماً طويلاً من العمل الشاق في مغسلة السجن. كانت تقضي ساعات طويلة ويداها مغموستان في الماء البارد والصابون الكاوي، تغسل ملاءات السجن الثقيلة، وتشعر أن كل بقعة تطهرها هي جزء من ماضيها الذي تود غسله. كانت السجينات الأخريات يتجنبن الحديث معها، فالكل يعلم أنها قتلت زوجها، وفي قانون الشارع والقانون غير المكتوب خلف الأسوار، كانت تعامل بجفاء. كانت تقضي وقت فراغها القليل جالسة في زاوية الساحة، تنظر إلى قطعة صغيرة من السماء لا تغطيها القضبان، وتتخيل كيف أصبح شكل أطفالها. كانت تحسب عمرهم بالشهور والأيام، وتصنع لهم ألعاباً من قطع القماش المتبقية، ثم تعيد تمزيقها في نوبة بكاء مريرة لأنها تعلم أنها لم تصل إليهم أبداً. مر أكثر من 20 عاماً، تبدلت فيها الوجوه، وتغيرت فيها ملامح العالم خارج السجن، وفاطمة ما زالت هناك، تعيش في برزخ بين الحياة والموت. تساقطت أسنانها، وغارت عيناها، واشتعل رأسها شيباً أبيضاً كالثلج. وفي صباح يوم لم يكن يشبه غيره، نادى السجان على اسمها. أخبرت بصدور عفو ملكي عنها نظراً لحسن سيرها وسلوكها ولكونها أمضت معظم عقوبتها. لم تشعر فاطمة بالفرح، بل شعرت بالخوف. الخوف من العالم الذي لم تعد تعرفه. سلموها سرة ملابسها القديمة، تلك الملابس التي كانت ترتديها يوم دخلت السجن. كانت الملابس قد بليت وأصبحت ضيقة تماماً كقلبها. فتحت البوابة الحديدية الضخمة، وخرجت فاطمة إلى الشارع. صدمتها الأنوار، وأفزعها ضجيج السيارات السريعة. كانت تمشي كأنها في حلم ثقيل، غريبة في مدينة لم تعد تشبه التي غادرتها. توجهت أولاً إلى قريتها القديمة. كانت تعتقد أن رائحة الأرض ستعرفها، لكنها وجدت دارها قد أصبحت أطلالاً، يسكنها الغبار والذكريات المؤلمة. سألت عن إخوتها، فجاءها الرد كالصاعقة من جائرة عجوز لم تتعرف عليها في البداية. أخبرتها أن أخاها الأكبر توفي وهو يوصي ألا يذكر اسم فاطمة في جنازته، وأخاها الأصغر هاجر ولم يترك أثراً. كانت تبحث بلهفة الأم المجنونة عن أمين وسناء. طرقت أبواباً كثيرة، وتحملت نظرات الاحتقار من جيرانها القدامى الذين كانوا يهمسون من خلف ظهرها بكلمات جارحة. علمت أخيراً أن ابنيها قد كبر في كنف عمهما الذي غسل أدمغتهما. أخبرهما أن أمهما كانت امرأة سيئة، وأنها قتلت والدهما بدم بارد لتتخلص من مسؤوليتها. علمت أنهما غير القابهما لكي لا يربطهما بها شيء، وأنهما تزوجا وأسسا عائلات في مدينة بعيدة. لم تتردد فاطمة، ذهبت إلى تلك المدينة، وقفت أمام بيت ابنها أمين، رأته من بعيد وهو يخرج مع زوجته وطفله الصغير. أرادت أن تصرخ، أن تركض إليه وتضمه، أن تخبره أنها فعلت ما فعلته لكي لا يقتله والده في تلك الليلة، لكنها رأت في عينيه نظرة السعادة والاستقرار، فخافت أن تهدم هذا البيت بوجودها الملطخ بسنوات السجن. تراجعت إلى الخلف، واختبأت في زاوية الشارع، تبكي بصمت مرير. ثم ذهبت إلى سناء، وجدتها قد أصبحت نسخة مصغرة عنها في شبابها، لكنها كانت ترتدي ثيابا فاخرة وتعيش في حي راق. وقفت فاطمة أمام بابها، طرقت الجرس بيد ترتعش. فتحت سناء الباب، نظرت إلى تلك المرأة العجوز ذات الملابس البالية والوجه المحفور بالتجاعيد، ولم تعرفها. قالت فاطمة بصوت مخنوق: أنا فاطمة، أنا أمك يا سناء. ساد صمت رهيب، وتغيرت ملامح سناء من الاستغراب إلى الرعب ثم إلى الغضب الجارف. لم تفتح لها ذراعيها،
بل قالت ببرود يقتل النفس: أمي ماتت منذ 20 عاماً، أنا لا أعرفك، ولا أريد أن يعرف جيراني أو زوجي من تكونين، ارحلي من حيث أتيت ولا تفسدي حياتي وحياة أطفالي. وأغلقت الباب في وجهها بقسوة حطمت ما تبقى من روحها. عادت فاطمة إلى محطة القطار، تجر خيبتها خلفها، كأنها تحمل جنازة أحلامها على ظهرها. لم تجد مكانا تذهب إليه، فالأرض التي دافعت عنها بدمها لفظتها، والقلوب التي نبضت لأجلها تحجرت كالصوان. جلست على رصيف بارد في ليلة شاتية تشبه الليلة التي دخلت فيها السجن، وأخرجت من سرتها المرآة المكسورة، نظرت إلى نفسها وتساءلت بمرارة: هل كان الثمن يستحق؟ لقد اشترت حياة طفليها بسجنها، لكنها خسرت روحها وحريتها وحبهم. لم تجد أحدا بجانبها في هذه الدنيا الواسعة، فكانت الشوارع هي مأواها، والذكريات هي طعامها الوحيد. بقت فاطمة تائهة في الزحام، وحيدة بين ملايين البشر، تدرك في كل لحظة أن سجن الحيطان كان أهون بكثير من سجن الجفاء والنسيان، وأن أقصى أنواع الموت هو أن تعيش حياً ولا أحد يشعر بوجودك أو يغفر لك خطأك الذي ارتكبته لكي يحيوهم. ومع كل غروب شمس، كانت فاطمة ترفع عينيها للسماء، تسأل الله الرحمة التي لم تجدها في قلوب البشر، وتنتظر بصبر جميل رحيلها الأخير عن عالم لم ينصفها يوماً، تاركة وراءها قصة امرأة ضحت بكل شيء من أجل الحب، ولم تجد في المقابل سوى النكران والوحدة القاتلة.